السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك المدام حامل. الخبر ده أول ما أي حد بيسمعه وأي بنوتة جديدة وفي أول حمل ليها، أهم حاجة بتفرق معاها جدا الاستريتش ماركت. ده اللي هكلمكم عنه النهاردة. بس أول حاجة لازم أقولها لكم ألف مبروك لأنك حامل، ودي أهم شهور حياتك. حاولي تستمتعي بيها لأن اللي جاي أحلى وأحلى وأحلى، وإن شاء الله حياتك تبقى كلها هنا وسعيدة مع البيبي الجديد. متسمعيش أي كلام تاني. نرجع لموضوعنا. الدكتور بشرك بالخبر الجميل وهو خبر الحمل. ده نعمة من ربنا، ربنا يحفظه يا رب ويتمم لك على خير ان شاء الله. لكن اي بنوتة جميلة متجوزة لسه جديد او ايا كان، او حتى البيبي المليون، بس فارق معانا احنا كبنات ازاي نحافظ على جسمنا وشكلنا وكل التفاصيل اللي فينا. فاكيد كل اللي حوالينا قالوا لنا لازم نجيب بايو اويل. مفيش حمل من غير بايو اويل. دي كانت كلمه مشهوره جدا في جيلي او الجيل الاكبر او الاصغر. مفيش واحده تقال لها مبروك انت حامل غير اول هديه بتجيلها بايو اويل، او تروح لجوزها يلا نجيب بايو اويل. طيب انا عاوزه اعمل لكم فيديو عنه واحكي لكم تجربتي بالتفصيل الممل، ربما تفيدكم ان شاء الله في تجربه. طبعا هو بايو اويل بيستخدم لعلاج علامات التمدد اللي بتحصل في الجلد في اثناء فتره الحمل او بعد الولاده. بيبقى فيه اللي هي الستريتش ماركت، الخطوط الحمراء اللي موجوده في الجسم اللي بتحول بعد كده للون ابيض. طبعا اكيد كلنا مرينا بيها لما جسمنا بيزيد شويه في الوزن، بيبقى فيه علامات بسيطه والحاجات دي كلها. طبعا هقولكوا هل هو بيدي نتيجه ولا لا مع الحمل. اولا ده استخدامه بيتم من الشهر الرابع مش قبل كده، وطبعا دي مكتوبه عليه. وهحكي لكم تجربتي دلوقتي بيدي نتيجه ولا لا. ده بقى هتعرفوه من خلال تجربتي. انا تجربتي معاه ان انا جبته، انا شخص بحب الترطيب جدا وبستخدم اللوشن والحاجات دي، فقررت ان انا هستخدم بايو اويل من الشهر الاول. بدات استخدمه باستمرار. رحت للدكتور، الدكتور قال لي لا بلاش تستخدمي دلوقتي، استني للشهر الرابع. اوكي تمام مفيش مشكله. استنيت بالفعل للشهر الرابع، بقيت بستخدم بايو اويل مرتين في اليوم. طبعا العبوه الكبيره خلصت كلها، بقيت بستخدمه مرتين في اليوم باستمرار لحد تقريبا نص الشهر الثامن. اخدت من نص الشهر الثامن لحد ميعاد ولادتي، انا والده في نص التاسع، يعني اخدت اخر شهر في الحمل كله بستخدم بايو اويل 3 مرات في اليوم. طيب هل ده معناه ان انا ما طلعليش ستريتش ماركت؟ هل ده معناه ان ده الحل السحري الواو بقى اللي مفيش زيه؟ عاوزه اقول لكم انه للاسف ما كانش حل سحري ولا اي حاجه خالص. انا ما طلعتليش ستريتش ماركت غير قبل الولاده باسبوع. قبل الولاده باسبوع ما كانش فيه اي حاجه خالص قبلها. الاسبوع اللي قبل الولاده ده فجاه بدون اي مقدمات الستريتش ماركت بتطلع بشكل مش طبيعي. طبعا ده لزياده نمو البيبي ما شاء الله. في الفتره الاخيره بيبقى نموه باليوم اكبر بكتير من الفتره اللي قبل كده. فالاسبوع ده طلع لي ستريتش مارك كتير جدا، ومع ذلك فضلت اواظب عليه، ما بطلتوش ورحت اولد. الدكتور قال لي مفيش اي حاجه في الدنيا كلها البنوته الحامل او الزوجه الحامل تقدر انها تستخدمها علشان تضيع الاستريتش مارك. اللي انت بتعمليه ان انت بتقلليها، هي كده كده هتطلع لان اوريدي حجم الحمل بيبقى زياده عن تمدد الجلد وزياده عن قدره الجلد. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنرطب الجلد علشان نساعد على نضارته. فالبايو اويل ده اللي هو بيعمله ان هو بيرطب الجلد بالتفصيل الممل. بيرطب الجلد كويس جدا عشان خاطر التمدد يعني ما يسببش الم اكتر من اللزوم وميبقاش صعب على الجلد. جلدنا يقدر يجدد نفسه بعد كده ويتحمل. ولدت الحمد لله وقمت بالسلامه. وده الاستريتش ماركت ايه بوم زادت اكتر. دلوقتي مفيش بيبي، يعني انت خلاص بطنك اصلا حجمها بيبدا يقل، بس مجرد الانكماش اللي يحصل للجلد قد تكون كانت موجوده قبل الولاده ومش ظاهره. يعني قد تكون كل ده ما كانش ظاهر. بعد الولاده الاستريتش ماركت زادت بشكل مش طبيعي، بقت حرفيا بطني كلها خطوط 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 حمراء. طيب هل اوقف استخدم بايو اويل؟ لا ما وقفتش. قررت ان انا استخدمه من بعد الولاده على طول، ان انا يوميا برطب البطن. هتقولي مش قادره او كذا، الله يكون في عونك. بعد الولاده ما نحرجش ان احنا نطلب الدعم من اي حد حوالينا، ما نحرجش انك تطلبيه من زوجك من والدتك في كل حاجه بتمري بيها. لكن كان بالنسبه لي موضوع البايو اويل ان انا كنت يدوب بس بفتح العلبه بوم وبحط وخلاص. ان انا يدوب بفتح العلبه وبحط بالشكل ده وانتهى الموضوع. كنت بحط في ايدي وانا نايمه على السرير، تقدري تدهني فيه تقدري تدهني بيه بطنك وانتي على السرير من غير ما تحتاجي مجهود من اي حد او كده. فالموضوع كان سهل وبسيط جدا، وطبعا هيحافظ جدا 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 على جلدك. طبعا ما بتلاحظيش فرق، يعني ما كانش في فرق ملحوظ بالنسبه لي غير تقريبا لما وصلت على ال40 الاستريتش ماركت حرفيا كانت اختفت تماما. طبعا هو شيء سحري ووهمي. طيب هل ده معناه ان انا
ادفع في البايو اويل مبلغ وقدره بما ان هو اسعاره زادت والكلام ده كله للاسف. وبكل او مش للاسف، لا هو يعني بكل سعاده اقول لك لا ما تشتريش البايو اويل. هو رهيب وترطيبه وكل حاجه، ممكن بالظبط زيت الزيتون يديكي نفس النتيجه، ممكن الفازلين يديكي نفس النتيجه، ممكن الجليسرين يديكي نفس النتيجه. شوفي ايه ارخص زيت ترطيب عندك طبيعي ايا كان ايه هو، زيت اللوز، زيت الخروه، زيت جوز الهند، اي زيت انت عاوزاه. اهم حاجه في الموضوع علشان تعالجي الستريتش ماركت هي الاستمراريه. طيب هل هي كده كده مش هتكون؟ هي هتتكون ما فيهاش جدال، بس بنخلي جلدنا صحي اكتر، بنخلي جلدنا قادر ان هو يتعافى بعد انها تتكون وما توصلش لمرحله اللون الابيض وتختفي بسرعه. طيب لو لا قدر الله انت عديتي من المرحله دي واوريدي عندك الخطوط الحمراء اتحولت لخطوط بيضاء، نصيحتي ليكي ما تجيبيش بايو اويل. يعني سعر غالي على الفاضي ومفيش اي حاجه هتضيع الخطوط البيضاء غير حاجه واحده بس. قبل ما اقولك الحاجه الواحده دي انت لازم اساسي هتعملي ترطيب. طيب وانا برطب هيبقى هدفي ان انا اضيع الخطوط البيضاء؟ لا، انت هترطبي باي حاجه عندك عشان جلدك يبقى جلد صحي، مش هدفك ان انت تضيعي الخطوط البيضاء. طيب دلوقتي انا هحافظ على الترطيب، ايه بقى مشكله الخطوط البيضاء اللي عندي عشان تروح؟ الخطوط البيضاء اللي عندك محتاجه رياضه عشان تعملي شد للجلد، ومحتاجه تاخدي زنك، ومحتاجه تعملي سكرابات باستمرار علشان خاطر يتعمل تجديد للجلد. طب ده معناه ان انا هقعد اعمل سكراب بقى واحك في جسمي جامد بقى والجو ده عشان خاطر انهي الموضوع؟ لا، الموضوع هياخد وقت زي ما جات زي ما راحت. بس اللي انا عايزه اقوله لك بقى الاهم من كل ده بجد واهم من الفيديو ده كله، الترطيب حلو او حلو ان احنا نستخدم لوشن للبيت. ما تحاوليش ان انت تخلي الترطيب ده حمل جامد قوي عليكي، وخليكي عارفه ان انت بخطوطك البيضاء وخطوطك الحمراء، مش هقولك ستريتش ماركت او الاسم اللي احنا بنقوله اللي هو لا بنتباهى بيها، لا، هي الخطوط اللي في جسمنا سواء البيضاء او الحمراء دي من علامات الجمال، دي ضريبه الامومه، دي احلى حاجه في الدنيا. انت دلوقتي مامي، مش محتاجه تفكري في كل ده. الفيديو ده انا عاملاه ان انت لسه فايقه وبنوته جميله لسه ما عندكيش المسؤوليه، او حتى لو عندك مليون طفل بس حابه انك تهتمي بشكلك وجسمك لان ده هيديكي رفعه معنويه وراحه معنويه، يبقى اهتمي بالترطيب. على ال40 بالكتير مش هتلاقي ولا خط في جسمك خالص لو كنتي بترطبي من بعد الولاده مرتين في اليوم، وبترطبي كمان من الشهر الرابع لحد ميعاد الولاده. طيب الحاجه الاهم بجد يعني حبي جسمك زي ما هو، وخليكي مبسوطه ان انتي مامي، واستمتعي بالامومه، واستمتعي باجمل بيبي في الدنيا واجمل نعمه ربنا كتبه لنا. انا دي كانت تجربتي مع البايو اويل في البيبي الاول. في البيبي التاني بقى استخدمت بايو اويل بس مش بانتظام، يعني خليني واقعيه، المسؤوليات واطفال الاكتر ويبقى الموضوع صعب شويه. طيب هل انا دلوقتي متضرره من شكل جسمي؟ لا، انا حباه جدا. هل في خطوط اوفر بقى وشيء ملحوظ واي حد هيشوفها؟ والله العظيم ابدا، مش باينه اساسا، يعني كانك عامله خط بالقلم بالظبط. يعني شايفين رفع الخط ده الخفيف هو ده بالظبط. دلوقتي بقى البيبي بيعيط فلازم اروح. واكتبوا لي في الكومنتات تجربتكم ايه مع البايو اويل او مع الستريتش ماركت ومع كل الخطوط اللي انتوا بتستخدموها، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.